السلام عليكم متتبعي الكرام، تنتمنى اموركم تكون بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم مع فيديو جديد ووصفه جديده كيف عودناكم. هاد الوصفه سهله ولذيذه بزاف. غادي نشوفوا حلوه البهله بمقادير مضبوطه، البهله اللي ما تتخطاناش في اي مناسبه. غادي نشوفوها بوصفه ناجحه ان شاء الله. نبداو على بركه الله. في اناء غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده تكون دايبه، كاس سكر سنيده. دائما الكاس اللي تنستعمل هو كاس العنبه. غادي نخلط السنيده مع الزبده حتى ينسجموا تذوب السنيده. غادي نضيف كاس زيت، من ينسجموا المكونات غادي نضيف قبصه ديال الملح، كيس سكر فاني، ساشي فلون كراميل اللي تيعطي واحد البنه خطيره للبهله. غادي نضيف قبصه ديال خميره الخبز تقريبا القياس بحال الحمصه، 2 معالق كبار ديال زنجلان يكون محمر، كاس كاوكاو محمر ومطحون بالقشر ديالو. غادي نخلط جميع العناصر حتى ينسجموا. من انسجمت العناصر غادي نضيف 2 اكياس من خميره الحلويات، كل كيس من فئه 7 غرام، اي 14 غرام من خميره الحلويات. وفي الاخير سنضيف الدقيق بالتدريج. استعملت تقريبا 400 غرام ديال الدقيق، يمكن تستعملوا اقل او اكثر حسب النوعيه ديال الدقيق. وهذا هو القوام اللي بغيت. دابا غادي ندوزو نشكلو البهله. تناخد كميه من العجين وتنديرها على شكل كويرات. تنبقى مستمره على هذا الشكل حتى نسالي الكميه ديال العجين المتواجده عندنا. من ساليت الكميه غادي ندخلها للفران اللي تيكون مسخن من قبل على درجه حراره 180. خاص تكون العافيه شاعله عليها غير من الفوق حتى تشقق، عاد نشعلوا عليها من التحت باش تحمر مزيان. وهذه هي البهله من خرجناها من الفران، تتجي مشقه مزيان ومحمره. صدقوني الوصفه ناجحه والبهله تتجي بنينه بزاف، خصوصا بهذاك الساشي ديال الفلون كراميل اللي ضفنا ليها اللي سيعطيها واحد البنه خطيره. البهله ديالنا تتجي هشيشه ومكرمله. نتمنى تجربوها. نتلاقاو في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. في امان الله ومع السلامه.